لا يمكن أن ينتصر المسلمون على إسرائيل إلا بالإسلام، ولا يمكن أن يكون الانتصار بإسلام فضفاض مهلهل ولا منجاة من ذلك إلا بمراجعة الإسلام، تصفية العقيدة والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداء زكاة الأموال وإحكام الصيام وإقامة الحدود. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك أنا أقول مع الأسف الشديد المسلمون اليوم على وضعهم الحاضر ليس هؤلاء الذين يخرجون اليهود. لا يستطيعون إلا باجتماع وصدق وتعاون، فهذا التفرق واختلال العقيدة وعدم تحكيم الشريعة من أكثرهم هو البلاء العظيم الذي جعلهم يتفرقون. فلو صدقوا الله وتمسكوا بشريعته لنصرهم وأيدهم على عدوهم ولهابهم عدوهم، وهذا البلد الذي وقعوا فيه هو سبب احتقارهم وسبب تسليط الأعداء عليهم، وهم آثمون بهذا التفرق. ولكن المصيبة فساد العقائد، كثير منهم ليس عنده العقيدة الصحيحة المستقيمة الموافقة لشرع الله. الله كتب هذه البلاد للمؤمنين، فلسطين، بيت المقدس، الشام، هذا للمؤمنين إذا جاهدوا في سبيل الله وقاموا بنصرة دين الله. أما إذا تخاذلوا وتراجعوا إن الله يحرمهم منها، ما هم ميراثه، إنما هو لمن آمن بالله. الدول المجاورة تعتبر حراسا لإسرائيل في فلسطين، ولا يرجى من الدول الموجودة الحاضرة أن ينصر الله الإسلام والمسلمين على أيديهم، لكن يرجى من العاملين لله عز وجل. نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا، والاستعانة به وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع، ثم القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا.